طيب، السلام عليكم يا جماعة. أنا أحمد أمين، وده تاني فيديو في سلسلة ال HTML. اتكلمنا الفيديو اللي فات عن إيه هي ال HTML وبتتكون من إيه، وكان كله كلام نظري. ما كتبناش ولا أي فريجمنت ولا أي تاجة من دي ولا أي حاجة من الكلام اللي مكتوب قدامكم ده. احنا بس اتكلمنا عن إيه هي ال HTML وإزاي بتأثر في الويب بيج، وإنه إزاي الداتا بتكون موجودة، أو إزاي الداتا بتكون بالشكل ده أو بالرصة دي أو. طيب، اللي انا عايزين نقوله النهارده ان احنا ازاي هنكتب HTML content او HTML tags او HTML code. خلاص. كنا في اخر الفيديو اللي فات برضو اتكلمنا عن ان ازاي بنثبت محرر الاكواد او الكود اديتور بتاعنا او الاي دي اي زي ما تسميها. فبالتالي النهارده هنخش في الموضوع على طول، الا وهو انه ازاي نكتب كود HTML. طيب، خلينا نبلد الكلام اللذيذ ده من اول وجديد تاني خالص ولا كأن في اي حاجة. طيب، اولا ال HTML علشان تعرف البراوزر اللي هو ده، في حالتنا يعني اللي هو هيكون جوجل كروم. خلاص. فجوجل كروم علشان يعرف ان الكود اللي هيتكتب ده HTML كود، لازم تكتب له التاجة دي. طيب، ايه هي اصلا التاج وايه هو الموضوع بتاع الكلام ده؟ التاج بتكون عبارة عن قوسين كده وقوسين كده، وبيكون ليها قفلة بالشكل اللذيذ ده. خلاص. القفلة معناها ان احنا بنكتب اسم the name of the tag. ماشي، ده مكانها. وهنا برضه نفس القصة the name of the tag. طيب، هنا بنكتب اسم التاج، فهنا بنسميها الاوبننج تاج اللي هي دي. وجوه برضه بنكتب اسم التاج بس ما بعد اللي هو السلاش دي. هو ده الشكل الستاندرد بتاع اي تاج موجودة في ال HTML. طيب، في نوع تاني او شكل تاني من التاجز، وهو بيبقى كده. خلاص. وبعدين بنكتب the name of the tag here. خلاص. وبناخد بقى ايه مسافة كده وبنكتب الاتريبيوتس بتاعتنا. يعني خلاص. بس الاسم بتاعها بيكون هنا. ودي اسمها self closing tag، يعني تاج بتقفل نفسها عن طريق الشكل ده. خلاص. ودي ليها امثله ودي ليها امثله، ودي ليها حاجات موجوده ودي ليها حاجات موجوده. اشهر مثال على السيلف كلوزنج تاج هي التاجة بتاعه الايمج. لو عملت كده ورحت قافلها كده مش هيديني اي ايرور خالص. ماشي. وهنا بقى التاجز اللي مشهوره جدا 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 جدا، هما كتير قوي بس يعني في واحده يعني هنزهق منها، اسمها div. الديف دي ليها بتاع ده، ليها opening و closing tag. طيب، هو ده مفهوم التاجز، او عشان لما نذكر كلمة تاج 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 وهكذا. خلاص. ده element او عنصر من عناصر ال HTML. فاحنا علشان نقول للبراوزر احنا هنكتب HTML كود، فبنكتب element او تاج ما بين قوسين الكلمة يعني. خلاص. HTML، فالتاج بتتكتب كده وهنكتب HTML. خلاص. وبعدين نقفلها زي ما اتعلمنا HTML ونعمل كده. ثانية، هي اتقفلت اصلا. ماشي. خلاص خلاص، ده هو ال HTML التاج يعني. طيب، هنا هنكتب المحتوى بتاعنا ك HTML content. خلينا متفقين for now يعني انه ال HTML content مقسوم لاتنين: header و body. زي اي حاجة في الدنيا مثلا، جسم الانسان عبارة عن دماغه او راسه، وبعدين جسمه، وبعدين اطرافه اللي هو دراعاته ورجليه وهكذا. نفس القصة هنا ال HTML content، او خلينا نقول بقى الويب بيج اللي هي هنا. الويب بيج دي، خلاص، الويب بيج دي بتكون متقسمة لاتنين: header و body. بس فاحنا ممكن نروح عاملين head tag، وبرضو ليها الكلوزنج بتاعتها، وهنا body tag. خلاص. طيب، مين الهيدر ومين البادي؟ زي ما احنا قلنا البادي ده
والهيدر ده بتاع الويب بيج دي. طب مين بيظهر ومين بيعمل ايه ومين بيروح فين والكلام ده كله؟ البادي ده خلينا نعمل مثلا اي حاجة فيه علشان بس نفيجواليز القصة. طبعا هنرجع نشرح الكلام ده عادي دلوقتي حالا، بس علشان ابين الموضوع مش اكتر. طيب ممكن ناخد ده كمان ونقول ان ده كويس عشان الكلام اللي فيها. طيب. طيب انا عملت بوز للفيديو على اساس ان انا اكمل بعد ما بتاع الفول يمشي. معرفش بتاع فول ايه ده للساعة 2:30، بس هو ده طبيعته عندنا، فمعلش يا جماعة. خلاص زي كده. ده اللي انا محتاجه علشان اوضح فكرة يعني ايه بودي بالتبسيط اللي هو الخفيف ان شاء الله. البودي بيبتدي من اول هنا، حرفيا من اول هنا. يعني انا لو عملت سكرولنج، شايفين التكست بيختفي امتى؟ بيختفي لما يوصل للحتة دي كده. فده بداية البودي، واخره بقى الى ما شاء الله. يعني فكده احنا مش بنكرر وخلاص. تمام. فنزلنا لحد ما وصلنا اللي هي الباك جراوند كولر بتاعتها ازرق اهي، وبعدين نزلنا الكونتنت تاني. فهو ده البادي من الاخر. طيب مين الهيد بقى ده؟ طب احنا لو كتبنا فيه كونتنت زي ده هيبان ولا لا؟ خلينا نجرب. معرفش، خلينا نجرب. سيف. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه حصل. خلينا نديله باك جراوند كولر برضه عادي. احنا بنجرب مع بعض. طبعا دي احنا لسه ما نعرفهاش، معلش، بس يعني علشان نبين الدنيا اكتر مش اكتر. طيب امال راحت فين دي بقى؟ دي فين؟ مش موجوده ليه؟ الهيد ده كل مسؤوليته ان هو يعمل ديسكريبشن للويب بيج بتاعتنا من خلال تاجز كتيره. هنتكلم عن الفيديو في الفيديو ده النهارده، هنتكلم عن تاجه واحده بس الا وهي التايتل. شايفين ال 127.0.0 وهكذا، دي ظاهره فوق. طيب احنا عايزين نغير بقى الكلام ده من خلال تاج اسمها تايتل. بنغيرها، ممكن نكتب مثلا هاي دير ونعمل سيف، اتغيرت لهاي دير. هو ده الهيد. الهيد تاج بيكون فيه الديسكريبشنز كلها بتاعه الويب بيج الخاصه دي. وده تبسيط لحد دلوقتي مش اكتر، لان احنا لسه هنتكلم عن تاج جوه الهيد دي ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. ولكن لحد دلوقتي هنتكلم عن تاجة واحده الا وهي الايه؟ التايتل تاج. والتايتل تاج هي لازمتها من اسمها ان هي بتكتب عنوان للصفحه بتاعتنا في التاجة اللي هنا دي. زي ما احنا هنا شايفين ذكريات مش عارف ايه، وهنا الانبوكس بتاعي بتاع الايميل بتاعي وهكذا. ده الكلام الايه اللي بيبقى مكتوب في التايتل تاج بس. واحنا طبعا بنخليه كاستمايزبل عن طريق الحاجات اللي احنا عايزينها. يعني احنا عايزينه يكون مكتوب فيه اهلا احمد، اهلا حسين، اهلا عمر، مش عارف ايه. بنستخدم اللي احنا عايزينه بالظبط. مثلا برضو عشان نجرب، اتغيرت لاهلا احمد، وطبعا الكونتنت بتاع البادي اتمسح فخلاص كده. طيب هنتكلم عن ايه تاني النهارده؟ هنتكلم عن حاجه اسمها الهيدنج تاجز. الهيدنج تاجز هي التاجز اللي بتستخدم للعناوين جوه البادي نفسه. خلاص، جوه البادي نفسه بنستخدم تاجز علشان نقدر ندي عناوين للكونتنت بتاعنا، لو بنكتب مقالات، لو بنكتب مثلا سيكشنز معينين. وبرضه علشان الموضوع يكون اسلس وباين اكتر ممكن نجرب امازون. خلاص ادي امازون اهو. فلو فتحناه بشاشه اكبر فباين هنا كده في كاردز، كل كارد ليها تايتل او عنوان ليها. فالعنوان ده مستخدم عن طريق الهيدنج تاجز او العناوين او التاجز اللي بتستخدم لاعطاء عناوين للعناصر بتاعتنا اللي موجوده جوه الصفحه. والعناصر هنا مختصره في كلمه الكاردات دي او الكروت دي، اللي هي الكارت اللي شايل مثلا طرق الدفع، الكارت اللي شايل الخصومات، الكارت اللي شايل شويه برودكتس وهكذا. فبالتالي الهيدنج تاجز هي اللي بتدي الهيدنجز لكل المحتويات بتاعتنا جوه الويب بيج. طب بتتكتب ازاي جوه ال HTML؟ احنا عندنا 6 هيدنج تاجز من اول H1 H2 H3 H4 H5 H6. خلاص. طبعا ممكن نكتبها بسمول لتر وكابيتال لتر، بس يستحسن طبعا ان هي تتكتب بسمول لتر، لان مفيش حاجه اسمها كابيتال لتر دي. هي طبعا كده كده ال HTML ما عندوش مشكله، بس فيما بعد هيكون في مشاكل في الجافا سكريبت يعني. المهم احنا ادي ال H1 لو كتبنا مثلا في اسمي اهو نيم، وبعدين نقول له احمد محمد امين، وبعدين هقول له H2، وبعدين هقول له H، واقول له اصلا والله عندي 24، واقول له H3. عارف دلوقتي ليه في ست درجات؟ بس كل واحد من الهيدنج لما هنشوف هنعمل ازاي دلوقتي. هقول مثلا والله انا تايتل بتاعتي سوفت وير انجينير. طيب هقول له ايه تاني؟ مثلا اتش 4
هقول له مش عارف مثلا ديبارتمنت كان بتاعتي يعني انا كنت في كليه انفورميشن سيستمز. مش عارف بقى كده بصراحه في الاثنين التانيين، بس هنكتب اي حاجه عشان بس مش بنوزع القصه او نبقى نوضحها يعني. مثلا ممكن نكتب اي حروف ونكتب اتش 6 ونكتب اي حروف. خلاص نعمل سيف ونبص على كده. هو اللي انا عايز اتكلم فيه ده المين هيدنج، ده حاجه اسمها سب هيدنج، ده السب من السب هيدنج، وهكذا 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 لحد ما نوصل لاصغر ايه، اصغر شكل من اشكال التكستنج في الهيدنج تاجز. ده المستشار عنها زي ما احنا شفنا في امازون كده. ممكن ندي ايه التايتلز وبتاع مش عارف ايه. طب هم كلهم تقريبا هنا فونت واحد تقريبا او حجم واحد، فبالتالي ممكن نكون مستخدمين مثلا اللي هو الاتش 4 هنا يعني. خلاص في حاجات بقى اللي هو التايتلز الصغنونه دي برضه ممكن نستخدم فيها الاتش 3 الاتش 5 الاتش 6 والحاجات دي كلها ممكن نستخدمها. ممكن نستخدم برضه تاجز عاديه بتاعه تكستنج وبعدين نديها الحجم بتاع الخط اللي احنا محتاجينه كاستمايزبل. لو احنا الحاجات دي مش شرط نلتزم بيها، مش شرط ان احنا عايزين الاحجام دي بس يعني. هو مش ست احجام بس، لا ممكن نصغر ونكبر لكل حاجه احنا عايزينها من خلال السي اس اس. فالسي اس اس ده اللي هو الخاص بالستايلنج واللي احنا لسه هنعمل ليه بلاي ليست ان شاء الله. فبالتالي عندنا ايه فتحه لكلام موضوع التكستنج تاجز عندنا، وحاجة ودي اخر حاجة هنتكلم عنها بتاع فيديو النهاردة اللي هي اسمها بي تاج. لو عملنا سيف هيكتب البي تاج هنا اهي، والحجم بتاعها عادي جدا وهو ده الحجم الطبيعي. لو عايزين نصغره او نكبره هنعمله من خلال الستايلنج او السي اس اس. بس تاني نعمل ريكاب علشان نكتب HTML كود بنكتب HTML تاج، وبينيا بنكتب فيها المحتوى بتاع ال HTML اللي احنا عايزين نكتبه اللي هو الكونتنت بتاعنا. الكونتنت بتاعنا مقسوم لايه؟ مقسوم لهيد وبادي. الهيد بيتكتب فيها الديسكريبشن بتاع الويب بيج بكل اشكاله، وحتى بالتايتل بتاعته بكل حاجه. الديسكريبشن بتاع الويب بيج يعني الويب بيج دي بتعمل ايه بالنسبه للبراوزر. البراوزر هو اللي بيفهمها مش احنا، هي ما بيبانش لينا خالص، الكونتنت بتاعها ما بيبانش لينا خالص غير ان هو بيبان بس التايتل منه مش اكتر ولا اقل. لان في محتوى تاني او تاجز تانيين هنحطها هنا، ميتا وغيره وغيره وغيره. خلاص كل دي تاجز هتتكتب كتير جدا جوه هنا ومش هتظهر لنا خالص. طيب ده الهيدر. البودي هو اللي بيظهر لنا الكونتنت بتاعه كله مهما كان ايه، وبنكتبه وبيتعامل وبيترندر او بيحصل له وجود هنا في الصفحة بتاعتنا هنا موجودة، وعلى حسب الكونتنت اللي احنا بنكتبه على حسب اللي بيظهر هنا بالظبط. بس كده بكل بساطة. الهيدنج تاجز من H1 ل H6 بنستخدمها على حسب الاحتياج بتاعنا، احنا عايزين نظهر ايه وبأنهي حجم. وهنا كمان البي تكست، البي ده خاص بعرض النصوص اللي ممكن احنا عايزين نعرضها لليوزر بأي شكل من الاشكال، ولا اكتر ولا اقل. كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. شكرا ليكم. يا رب يكون الموضوع بسيط، يا رب يكون ما طولتش عليكم. سلام عليكم.